انا مفروض النهارده عندي امتحان مايكروبيولوجي واميونولوجي. صح، نسيت اقول انه ده فيس ريفيل اكشلي، واخيرا انا ظهرت بوشي ودي تقريبا اول مره. عندي امتحان ده اخر واحد. بعد انا بجد ما صدقت انه السنه دي ان شاء الله تخلص النهارده. كانت سنه مرهقه وترم مرهق نفسيا وجسديا. طبعا انتوا قضيتوا الرحله كلها معايا وانا بعمل لكم الفلوجز دي. ف اخيرا خلصت ان شاء الله. النهارده اخر يوم بعد ما امتحن التحريري اللي هو الكتابه. هيبقى فيه شفوي اللي هو الاورال، انه الدكتوره بتسالنا اسئله من غير ورقه، انتوا فاهميني، بيبقى عليها 10 درجات، فاتمنى ان انا المهم النهارده. بس كده. وكمان بعد ما ارجع انا مش عايزه انام علشان اظبط نومي. انا عايزه اصحى علشان انا لو نمت كل حاجه هتبوظ وهتعود على الموضوع ده. فبعد ما ارجع ان شاء الله عايزه اعمل كذا حاجه. اولهم هنضف اوضتي ارتبها، وهعمل حاجه سناكس كده لطيفه، سموذي، حاجه هيلثي ناكلها واحنا بنتفرج على فيلم او بقرا كتاب او الاتنين مع بعض بس. وهعمل النايت سكين كير روتين بتاعي وانام I guess. مش عارفه ممكن اعمل شويه editing ولا لا. وبس كده، ده اللي انا عايزه اعمله النهارده. ولو في حاجه زودتها طبعا هاخدكم في الموضوع كله. بس دلوقتي هقعد اراجع شويه على الامتحان اللي عندي. هو باقي نص ساعه تقريبا عبال ما اتحرك، فانا عايزه الاول اراجع شويه يعني. بس فتعالوا اخدكم معايا. أول مرة يتكلم ولا إيه؟ عند عمو. هما اللي بيتبص عليهم. اوكي، انا الجامعه هتوحشني قوي يعني. مش قوي صراحه. الامتحانات لا. الجو وحش قوي. يا نهار ابيض. انتوا كتبتوا؟ انا اول مره اشوف تراب في السما كده كتير قوي. ربنا يستر بقى. المفروض على كلامهم ان هما بيجيبوا الاكل من هنا. الجو حر قوي قوي، بس هوا في نفس الوقت.
كان بيقول لها انا قلت لك القمر مزغلل. لقيت الأوضة بالشكل ده، يعني بصوا قد ايه بجد محتاجة تتنضف. وانا مش عايزة انام دلوقتي صراحة، وفي نفس الوقت عايزة اول يوم انام والأوضة نضيفة عشان انتوا فاهمين. وده شكل الدريسنج روم. فمحتاجين ننضف ده في ساعة. بصوا انا هعملها تشالنج في ساعة وانا بنضفها هسمع حاجة عشان مزهقش. وده اخيرا بعد ما خلصت تنظيف وترتيب الأوضة. واولا انا قلت ان انا هخلصها في ساعة صح، وانا تقريبا عملتها الساعة دلوقتي 12 وحاجة. 3 ساعات. يا نهار ابيض استحالة صح. 3 ساعات بس انا محسيتش بالوقت قوي، يمكن عشان كنت بصور وفي نفس الوقت بنضف فده كان بياخد وقت. بس المهم ان هي خلصت. وده شكل الدريسنج روم بعد ما ظبطتها. ايوه انا لسه ما شلتش الشتوي. معرفش ليه، بس انا برضو كنت في امتحانات فما كانش عندي وقت الصراحه ان انا احط الصيفي، فممكن اعمل ده الاسبوع الجاي او الاسبوع ده. و كل حاجه كده تمام. والاورجنايزر اللي انتوا شايفينه ده من نون. انا بحط فيه كل السكين كير والحاجات اللي انا بستخدمها يعني كل يوم، وحطيته هنا مش هناك علشان يبقى كله في حتة واحدة، اللبس ويعني انتوا فاهمين، اعمل كل حاجة قبل مثلا ما اخرج في حتة واحدة، يعني ما اروحش في حتت كتير وبرضه ما كركبش حتت كتير، انتوا فاهميني.
ده تاني يوم وعايزة اعمل جورنالينج. كنت عايزة اعمله امبارح بس انا كنت نعسانة جدا مش قادرة. ولكن هنعمله دلوقتي. زي ما انتوا عارفين شهر جون شهر 6 خلاص. هو النهاردة 2/6 ماشي، ما علينا. عايزين هو بدأ، فاحنا عايزين نحدد اهدافنا ونعرف احنا عايزين نعمل فيه ايه. فده انا كنت عايزة اعمله امبارح بس هنعمله ان شاء الله النهاردة. دي الجورنال بتاعتي، مش الجورنال الفانسي اللي انتوا بتشوفوها على تيك توك واللي هي الملونة قوي دي، لا دي جراتيتيود جورنالينج عادي. علشان انا بصراحة ما بفهمش في التانية قوي، او ماليش خلق ان انا اقعد الون واسطر واعمل. هو النور بيلعب؟ ايه الرعب ده؟ خلاص كده كويس. بعدين فالمهم ايه، تعالوا اوريكم. بصوا. انا شفت الطريقة دي على يوتيوب وبنوتة يعني قايلاها. فانا خدتها سكرين شوت وكتبتها. هما بنكتب 1 2 3 4 حاجات بالظبط. اولهم ايه هي المشاعر اللي احنا عايزين نرحب بيها في شهر جون او اي شهرين. شوفوا انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده في انه شهر فيما بعد يعني. مثلا ايه هي الفيلينجز اللي انتوا عايزين ترحبوا بيها؟ السعادة، التفاؤل، الامتنان. انا مش عارفة ده احساس ولا لا بس ماشي. كل الاحاسيس اللي انتوا عايزين تحسوا بيها في شهر جون اكتبوها. واكتبوا 3 اهداف انتوا عايزين تحققوها في شهر 6 او شهرين ده. 3 اهداف بالظبط. احلى حاجه هما ليه برضو 3 اهداف؟ يعني مثلا ليه البنت ما كتبتش اكتر؟ علشان برضو بلاش نكتر قوي علشان ما نعرفش نعملهم. يعني نبقى خلينا برضو واقعيين، ما نقعدش نكتب حاجات كتير وفي الاخر لو ما عملناش منهم حاجه احنا بجد هنزعل قوي. فخليكوا واقعيين واكتبوا حاجات صغيره عشان تعرفوا تحققوها. وايه هي الحاجات اللي انتوا عايزين تسيبوها ما تاخدوهاش معاكم في شهر 6؟ ايه هي الحاجات اللي انتوا خلاص عادات سيئة انتوا مش عايزينها؟ مثلا اي حاجة بقى، مثلا انتوا ما كنتوش كنتوا مثلا بتتعصبوا بسرعة، مثلا بتتعصبوا على الناس ايا كان. في اي عادات. انا بقى يعني كل ده بقى على حسب كل واحد ايه العادات اللي هو عايز يسيبها وخلاص بقى هو مش عايزها تاني في حياته. اكتبوهم قصدي. واخر حاجة وهي الجون affirmations. affirmations بالعربي هي التوكيدات، معناها ان انتوا تقعدوا تقولوا لنفسكوا كلام ايجابي. مش عارفة افهمها لكم ازاي، بس تقعدوا تقولوا صفات لنفسكوا علشان تفكروا دايما نفسكوا بيها، اللي هو انا جميلة، انا واثقة من نفسي، انا independent معتمدة على نفسي، انا مثلا دمي خفيف. حاجات صفات هي فيكو او حتى يعني مش لو فيكو اوكي عادي مش مشكلة. اكتبوها علشان تقعدوا تفكروا نفسكوا كل شوية بيها فتصدقوها على نفسكوا او تفكروا نفسكوا بيها. فده بيزود قوي عندكوا السيلف كونفيدنس وثقتكم بنفسكوا بتزيد قوي. فيلا هملاها معاكم بس الاول نروح نعمل حاجة نشربها.